البنات كي دايرين نتمنى كاملين تكونوا مزيانين وتكونوا في صحة جيدة. جبت لكم اليوم واحد الطبق نتاع الدجاج محمر في الفران مع بطاطس محمرة حتى هي اللي كيجي رائع، كيجي لذيذ لذيذ بزاف وكيجي بنين. انا في الطبق ديالي غادي نحتاج الجنحين. انا اختاريت ندير الجنحين. اللي بغى يدير فخيدات ولا يدير طروفه نتاع الدجاج كما كانوا يقدر يتبع هاد الطريقه هذه، راه كيجيو رائعين. المهم تكونوا مقطعينهم قطع صغيره. غادي نحتاج العطريه نتاع الدجاج. البنات الا ما عندكمش العطريه نتاع الدجاج تقدروا تستخدموا العطريه العاديه، سكينجبير، تحميره، الابزار، العطريه العاديه. ومن بعد غادي نحتاج الثومه بودره. الا ما عندكمش ثومه بودره ديروا ثومه عاديه. كذلك غادي نزيد زيت العود، حتى زيت العود. وغادي نحتاج صوص صوجا. البنات الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها، هذه ماشي ضروريه. انا هذه ضفتها حتى كتجي كتعطي حتى هي مذاق زوين، ولكن الا ما عندكمش ماشي ضروري البنات. كذلك المكون اللي غادي نحتاجه هو المطارد. المطارد البنات كيخلي الدجاج كيجي فتي وهشيش وكيدوب في الفم، ما كيبقاش قاصح ولا كيتجبد، كيجي رائع البنات. من بعد غادي نخلّط الدجاج ديالي. غادي ناخد واحد السكين اللي غادي نحاول نغرسو باش هكا داك العطرية وديك القوام يدخل ليا مع الدجاج كامل وكيجي بنين، يعني كلشي من بعد ما ساليت التتبيلة ديالو خليته واحد 10 ديال الدقايق باش هكا داك الشي يدخل مع بعضياتو. ومن بعد غادي ناخد واحد اللاطة اللي غادي تدخل الفرن، وغادي نستف فيها الجنحين ديالي. غادي نستفهم هكا في الآخر، وغادي نزيد فوقهم هذاك القوام اللي بقى ليا. من بعد اللي غادي نزيد معاها البنات غادي ناخد البطاطس اللي غسلتها مزيان ونقيتها، وغادي نحيد إلا كان فيها شي مورسو اللي مضروب ولا خاسر. وغادي نقطعها. ضروري البنات تخليوها بالقشور باش تجيكم بنينه، حسن ما تحيدوا القشور. من بعد غادي نقطعها بهذا الشكل هذا. ركزوا معايا، خصها تجي شويه كبيره، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه، باش هكا في الفران تجيني هي هذيك بهذا الشكل هذا، بهذا الحجم هذا البنات. إلا كانت غليظة بزاف تقدروا تقسموها، المهم تجيني بهذا الحجم هذا، بحال هكا. صافي غادي نسالي التقطاع ديال البطاطس ديالي كاملين. من بعد غادي ناخد شي حاجة فاش غادي نقومها. غادي نحتاج الملحة. البنات هاد البطاطس كيجيو رائعين، كيجيو بنانين، تقدروا تخضروا بها أي حاجة بغيتو. من بعد غادي نزيد تومة بودرة أو تومة طرية اللي عندكم البنات كما بغيتو. وغادي نحتاج كذلك التحميرة. وغادي نحتاج الزعتر، حتى هو كيعطيها مذاق اللي لذيذ بزاف وكيجيو زوينين الأعشاب في هاد البطاطس. وغادي نحتاج كذلك أزير أو إكليل الجبل. هادو كيبقاو اختياري، يعني إلا ما عندكمش البنات ولا ما كيعجبوكم ما يعجبكمش ما ديروهمش. من بعد غادي نزيد زيت العود، ولكن كيعطيو مذاق اللي جميل بزاف. غادي نخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم. من بعد غادي ناخدهم اللاطة اللي غادي تدخل الفرن وغادي نستفهم. وغادي من بعد غادي ندخلهم للفران. من بعد ما راه سخنته ما غاديش نغطيه باش هكا كلشي يتحمر ليا. وغادي ندخل اللاطه للفران، ولكن قبل ما ندخلها للفران البنات غادي نزيد شويه ديال الزعتر وشويه ديال الازير فوق ديال الدجاج، حيت هكا كيجي زوين. ولا بغيتو تخلطوه من تكونوا كتقوموه كما بغيتو. من بعد غادي ندخلها للفران طيب. من غادي يطيبوا ليا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش غادي يجيو. ويكون البنات هذا هو الشكل النهائي نتاع الدجاج ديالي. انا فوت له التحمار حيت كيعجبني الدجاج ولا الجنحين يكونوا محمرين وكيجيو بنانين بزاف. وحتى البطاطا شوفوا كيفاش جات محمره وكتجي بنينه بنينه البنات. كيكون بحال هكا. راه مذاق ديالو خيالي، كيجي رائع البنات. تقدروا ديروه حتى للضيوف ديالكم هاد الطريقه هذه كتجي بنينه بنينه بزاف. شوفوا البطاطس كيفاش كتجي. انا متاكده غادي يعجبكم بزاف هاد الطبق هذا، ومتاكده غادي يعجب حتى وليداتكم. هكا تبدلوا ليهم من المرقه، حيت انا عارفه الدراري الصغار ما كيبغيوش المرقه، وهاد الطريقه نتاع البطاطس كتجي بنينه. حتى الا ما بغيتوش تقدموها مع هاد الطبق هذا تقدروا تقدموها بوحدها، ديروها مع شي حاجه اخرى. ومن بعد غادي نحطها في الطبسيل اللي غادي نقدمو. يكون البنات هذا هو الشكل النهائي نتاع الجنحين ديالي نتاع الدجاج ديالي. شوفوا كيفاش كيجي بنين بزاف. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم والطريقه نتاع اليوم. وإلا عجبكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله. والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.